إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق التي انتهت وضاعت في الدنيا الناس خلق الوفاء. هذا الخلق النادر في هذا الزمان، فقل من يكون وفيا وقل من يلتزم بهذا الأصل الأصيل والركن الركين والخلق النبيل، خلق الوفاء. إن خلق الوفاء من صفات أهل البر والإيمان والتقوى والصدق. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن أهل الوفاء هم أهل الفردوس الأعلى، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين في سورة المؤمنون في قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر من أوصافهم: والذين هم بأمانتهم وعهدهم راعون. ثم ختم هذه الصفات بهذا الأجر الكبير بقوله جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وإن المتتبع لآيات القرآن لا يرى أن الله سبحانه وتعالى وصف أنبيائه بهذا الوصف الكريم وهذا الخلق النبيل، فقال عن إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. وقال عن ولده إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولما خرج موسى عليه السلام ومع اتفاقه مع ذلك الرجل الصالح، مع ذلك الرجل الذي زوجه ابنته، فلما اتفق معه على قضاء عدة من السنوات يكون في إجارته في هذه المدة، اتفق ما بين 8 أعوام وبين 10 أعوام، فاختار موسى عليه السلام الأعلى وهي 10 حجج. قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام:
فلما قضى موسى الأجل، والأجل الذي قضاه موسى هو 10 حجج وليس 8 حجج، وإنما وفى بالأعلى. نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأوفياء، وهو الذي علم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء. فهو القائل صلى الله عليه وسلم مبينا وفائه مع الله، أننا سنذكر بإذن الله جل وعلا أنواع الوفاء، لأن الوفاء له أنواع. من أنواع الوفاء مع الله عز وجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة عبادته وكثرة صلاته وكثرة عبادته، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وبين صلى الله عليه وسلم أن من آيات المنافقين عدم الوفاء، فقال صلى الله عليه وسلم في رواية: وأوفوا إذا واعدتم. وقال في رواية أخرى: آية المنافق 3: وإذا وعد أخلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم وهو يأمر الجيش إذا خرج، ويأمر القائد في الجيش بالوفاء حتى مع الكفار. يقول صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله، ولا تغلوا ولا تغدروا. بل لما كان يوم وقعة بدر وكان أولئك الأسارى من الكفار، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الكفار، لو كان ذلك الرجل حيا لتركهم له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا، أي في هذا الوقت، في وقت أسارى بدر، لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت هؤلاء النتنى له، أي وفاء لهذا الرجل. انظروا إلى هذا الوفاء، أو إلى هذه الصورة العالية من الوفاء، من وفائه صلى الله عليه وسلم. وسنذكر بإذن الله جل وعلا في ختام هذه الخطبة صورا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. أنواع الوفاء له أنواع 4: وفاء مع الله، وفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء مع النفس، وفاء مع الناس. إذن الوفاء له 4 أنواع. النوع الأول الوفاء مع الله عز وجل. الوفاء مع الله عز وجل بتجريد العبودية لله عز وجل، وامتثال أوامر الله عز وجل، واجتناب نواهي الله عز وجل، وتقديم الشرع على الهوى. نقول إن الوفاء مع الله، كيف تكون وفيا مع الله؟ أن تأتمر أو أن تكون رهن إشارة وطوع أمر، وهي العبودية الحق. فإن العبد الحق هو من ينتظر أمر الله بالفعل أو أمره بالترك، فإذا كان الأمر بالفعل امتثل أمر الله عز وجل، وإذا كان الأمر بالترك انتهى عما نهى الله عز وجل عنه. فإن الوفاء مع الله يتمثل بالعبودية لله عز وجل، واتباع أمره وترك نهيه، وكذلك أن يقدم شرع الله
على هواه. قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الوفاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم بتحقيق محبته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بامتثال أمره واجتناب أمره، فإن المحبة وحدها لا تكفي، وإن الدعوة وحدها لا تكفي، بل لابد مع الكلام والقول والمحبة الامتثال واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ورحم الله من قال: تعص الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاتبعته، إن المحب بمن يحب مطيع. النوع الثالث من الوفاء هو الوفاء مع النفس، وذلك بتطهيرها من الآثام والذنوب والخطايا والسيئات، وذلك باجتنابها مثل هذه الأمور. فالله جل وعلا قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فإن الوفاء مع النفس أن تزكيها من الذنوب والخطايا والآثام والسيئات. النوع الرابع والأخير من أنواع الوفاء ألا وهو الوفاء مع الناس، وهذا النوع من الوفاء هو ثمرة للأنواع الثلاث السابقة. إن الوفاء مع الناس وتحقيقه على الواقع إن ذلك ثمرة للوفاء مع الله وللوفاء مع النفس وللوفاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنذكر بإذن الله جل وعلا بعد جلسة الاستراحة النماذج والتطبيقات العملية للنبي صلى الله عليه وسلم مع وفائه للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.